أخونا الحبيب يسأل عن النوم عن صلاة الفجر مع أنه يأخذ بجميع الأسباب. طيب خلينا نطرح هذه الأسباب. السبب الأول، وخلي بالك ما أنا أحوله ده، ملوش علاقة خالص باللي في ذهنك. هتقول المنبه وهتقول التليفون وهتظبط وهتطفي المنبه وهتطفئ التليفون وهتنام، صح ولا لا؟ طيب السبب الأول ترك الذنوب والمعاصي. انت مش واخد بالك من دي، هو ده بس وخلاص. هتبقى نمت الساعة 3 الفجر، 3 بالليل، والله هتستيقظ لصلاة الفجر بعد ساعة وهتستشعر أنك استيقظت من نوم زاد عن 10 ساعات. هذا واقع كلنا جربه، كلنا جربه. إنما نام الساعة 10 يا خبر، 10 11 12 1 2 3 4 6 ساعات، ده ايه ده؟ بعير ده نايم؟ هيصحى امتى؟ ومع ذلك مش هيصلي الفجر، والله ما هيصلي الفجر. ليه؟ الذنوب يا اخوان، المعاصي. انا عارف ان انت مش متوقع مني تقول لي سبب من اسباب صلاة الفجر او عدم صلاة الفجر. الذنوب اخطر سبب، اخطر سبب لتضييع صلاة الفجر، لتضييع قيام الليل، لتضييع الورد القرآني. اخطر اسباب نسيان العلم، نسيان الدليل من الكتاب ربنا الجليل وسنة البشير النذير. اخطر سبب لضعف التقوى. كل هذا بسبب الذنوب والمعاصي. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. وقال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. من يعرف كلمة الذل؟ من يعرف كلمة الذل؟ مفعول به، وأنا عشان كده تعمدت عشان تخلي بالك من المعنى. وقد يورث الذل إدمانها، أي قد يورث إدمان الذنوب الذل في الدنيا والآخرة. خلي بالك من المعنى لأنه معنى خطير. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. اللهم أحي قلوبنا بطاعتك يا الله. يبقى أول سبب عاوز تصلي الفجر لابد أن تنام على توبة. أول سبب، مش أول سبب ضبط المنبه زي ما قرأت لبعض أحبابنا وقرأت لا لا لا، خلاص ما أنت هتظبطه وتنام. هتضبط التليفون اسمه ايه، الجوال او المحمول او النقال، هتضبطه وهتطفيه، والغفوة هتبدك 5 6 مرات وبرضه تطفئ وهتنام، والمنبه هتطفئ وهتنام. وممكن المنبه تطفيه وانت مش دريان اصلا، ممكن ما تدراش. طيب الزوجة تصحيك، ما فيش فايدة، تفضل تصحي فيك ساعة. يبقى أول سبب أن تنام على توبة. اوعى تنسى، حاضر اصبر، أن تنام على توبة، لأن التوبة لو فيه ذنب وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يبقى تنام على توبة. وبعدين السبب الثاني أن تصدق مع الله عز وجل في أنك تريد أن تصلي الفجر وعمال تناجي ربك وتقول: اللهم لا تحرمني من صلاة الفجر بذنوبي، اللهم لا تحرمني بذنوبي من صلاة الفجر. الصدق في أن تستيقظ، والله العظيم ستستيقظ. نام الساعة 3 هتصحى، وهتصحى وتشعر بنشاط وبحيوية وبأنك نمت ساعات طويلة، وقد تنام 6 ساعات أو 7 ساعات، ومع ذلك تستشعر بالثقل وبالضيق اللي يقول لك ده الواحد ايه عظمه مكسر، ما هو من كتر النوم. بعدين انا بصراحه بغبط الناس اللي بيلاقوا 6 ساعات يناموهم دول، يلاقي 6 ساعات والله بغبطه. بيجيب منين 12؟ ده ما شاء الله ده عنترك مش شداد بقى، 12 ساعه.
فأسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا. خذ بعد ذلك بقى بالأسباب المادية الأخرى، ما فيش حرج اللي أنا قلتها دي. اضبط منبهك ماشي، كلف أحد أحبابك يطرق عليك أو يتصل عليك وقول له والله لا تتركني حتى أكلمك. خذ بهذه الأسباب، لكن هي عندي غير معتبرة إلا بعد الأسباب الإيمانية الأولى وبعد الأسباب القلبية الأولى. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من صلاة الفجر يعني حتى نلقاه. وعاوز أقول لك أن أنت معك ترمومتر دقيق جدا، تمتلك يعني هذا الترمومتر الدقيق لتستطيع أو لتقيس به إيمانك من نفاقك أو الإيمان من النفاق. ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء. ده ترمومتر حقيقي، تلاقي نفسك بفضل الله قايم كالسهم لصلاة الفجر، أبشر ثم أبشر ثم أبشر. وأسأل الله أن يجعلناكم من أهل